للمرة الأولى خلال 4 سنوات تخلي حركة شباب المجاهدين مدينة كيسمايو آخر معاقلها الرئيسية وثالث أكبر المدن الصومالية. لم تعد الحركة إذن تحكم المدينة الاستراتيجية بعد أن زحفت نحوها قوات مشتركة كينية وصومالية. الحكومة الصومالية رأت في انسحاب الحركة من كيسمايو انتصارا على من وصفتهم بأعداء السلام. أهنئ قواتنا المسلحة على الإنجازات التي حققتها بمساندة بعثة القوات الأفريقية لحفظ السلام في مدينة كيسمايو التي كانت آخر معاقل حركة الشباب المجاهدين المعادية للسلام. إلا أن القوات المشتركة ورغم إخلاء الحركة مواقعها لم تدخل المدينة خوفا على أرواح المدنيين، كما صرحت القيادة العسكرية بذلك. أمرنا قواتنا بالسيطرة على المدينة من جميع الأطراف وعدم دخولها لأسباب تتعلق بحماية أمن المدنيين وصيانة ممتلكاتهم من عمليات نهب متوقعة. أما حركة شباب المجاهدين فقد وصفت الانسحاب بأنه تكتيك عسكري الهدف منه تغيير خطة المواجهات إلى معارك كر وفر، معارك تقول الحركة إنها أكثر إرهاقا لمن تصفهم بأعداء الإسلام. انسحاب حركة شباب المجاهدين من مدينة كيسمايو يعتبره المراقبون مكسبا سياسيا وعسكريا للحكومة الصومالية والقوات الإفريقية، لكن تبقى بانتظارها ملفات معقدة لا تقل صعوبة عن المعارك الشرسة. فالمدينة تشتهر من بين المناطق الصومالية بتاريخها الطويل في الصراعات القبلية المسلحة. خروج الحركة من مدينة كيسمايو أثار مخاوف لدى قبائل في المنطقة كانت قد اتهمت كينيا وقواتها بالانحياز إلى قبائل بعينها على حساب أخرى. نحذر كلا من القوات الكينية والإثيوبية وأي جهة أخرى من مغبة تأييد أطماع عشائر معينة على حساب العشائر الأخرى. إذن عامل الاستقرار في كيسمايو في المرحلة القادمة مرهون حسب ما يراه المراقبون بتوافق كل القبائل على إدارتها لا بسيطرة القوات الإفريقية عليها. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.